هذا الإعلامي علي الخالدي قتلوه تمت علي والعالم من تم شبعوه شلاليق وراجديات تحرش له بوحده من الزعفرانيه. مصورني يقول علي قتلوه وعلي يتحرش ببنات الناس. الإعلامي علي الخالدي يرد على انتشار مقطع فيديو لأحد الأشخاص وهو يتهم علي الخالدي بالتحرش بإحدى النساء وقاموا بضربه. دعونا نشاهد. هذا الإعلامي علي الخالدي قتلوه هنا بالزعفرانية، هسه قتلوه شبعوه شلاليق، هذا باعوه الله شاهد شبعوه شلاليق. وهاي الشرطة تمت علي، هاي الشرطة تمت علي والعالم من تم شبعوه شلاليق وراجديات تحرش له بوحده من الزعفرانية، هذا باعوه. البارحة كنا بمنطقة الزعفرانية وكنا بوسط محبة الناس واستقبالهم، والله شالونا من القاع شيل. يجمعون الناس، عندهم مناشدات، عندهم كذا، يجوني أمهات وأبناء وآباء، جاي أخذ الأرقام وأسجلها. بهالأثناء واحد من بعيد مصورني يقول علي قتلوه وعلي يتحرش ببنات الناس. يعني هذا الفيديو اللي هو مصوره انتشر وتواصلوا وياي القوة الماسكة المكان اللي كنا احنا بيه، الأستاذ ياسر وإعلام وزارة الداخلية كذلك، يقولون نريد نوصل للشخص ونفرض ان احنا وصلنا له. هل راح ارفع عليه دعوة؟ مستحيل. هل راح اروح اعاركه؟ مستحيل. هل راح احنا نكون سبب نوقف هذه الحالات؟ هم مستحيل. زين شنو ذنب شخص لا يطب ولا يطلع ولا عنده اختلاط ولا يعني كافي خيري شري، اللي يحكي علي يقول له رحم الله والديك، قاعد ببيته ويطلع له هيجي شيء. زين هاي شلون تتعامل وياه؟ شلون تسويها؟ شنو ذنبي؟ ومنو هسه اللي يصدق؟ هسه هذا الولد عفى الله عن ما سلف والله وياك. زين انتو يا صفحات شلون تاخذون هيك فيديو على شخص انتو تعرفونه سنوات هو قدامكم؟ معقول انا اروح للزعفرانية اتحرش ببنات الناس؟ يعني هذا الشيء ما حد يصدقه. بعدين احنا هم عندنا ناس، عندنا محبين، احنا هم يعني انا خاصة واحد من الناس انا جدا اتحسس من هذه الامور، هذه تخليني ما انام، تخليني اتأذى. يعني مو من الناس اللي عندها تحمل وتقول لك يلا عادي خليه يحجون، انا ما اتحمل. هل هذه الطرق مثلا تخليك تقول لك قاعد ببيتك وبعد لا تشتغل؟ اذا هذا يريح البعض فانا حاضر، بس انتم ما تصورون واحد من بعيد وهذا تحرش بفلان او هذا سوى هيك، عيب يعني. هذا يخوف هذا الشيء. اليوم قلت هيك باكر خاف تقول فشي اكبر وفشي مؤذي. عموما انا هذا الفيديو حبيت اوضح للناس، ولو انا شفت التعليقات الناس انصفتني وتعرفني، وهذا الشيء يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، واشكركم.